في تطور ملفت، استعادت الفنانة حورية فرغلي جزءا كبيرا من جمالها الطبيعي بفضل تركيب أنف صناعي صمم خصيصا لها في لندن بشكل يشبه إلى حد كبير ملامح أنفها قبل الحادث المؤسف الذي تعرضت له أثناء ممارسة رياضة الفروسية، مما قد أعاد لفرغلي جمالها وثقتها بنفسها. وكشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلي عن تأثرها بشدة عندما رأت نفسها بملامحها القديمة لأول مرة بعد الحادث، مما جدد ثقتها بنفسها وأعاد لها جزءا كبيرا من حيويتها الفنية. وأضاف المصدر أن الأنف الصناعي الذي تم تصميمه بمهارة فائقة لم يكن رخيصا على الإطلاق، بل بلغت تكلفته قيمة عالية، لكن النتيجة كانت تستحق كل جنيه تم إنفاقه، حيث قررت الفنانة ارتداء الأنف الصناعي في المقابلات التلفزيونية المسجلة فقط، بينما تفضل الحفاظ على طبيعتها في حياتها اليومية، لأنها تشعر حينئذ بقوتها وتقبلها لذاتها بعد ما مرت به من تحديات صعبة. بعد فترة طويلة من العلاج والتعافي، بتعود حورية فرغلي إلى الساحة الفنية بدور البطولة في فيلم جميلة والغضب، وهو مشروع سينمائي دولي تحت إدارة المخرج خالد الحجر، الذي يعود بهذا العمل إلى عالم الإخراج السينمائي بعد غياب طويل. فيلم جميلة والغضب بيعد إنتاجا مشتركا بين فرنسا وإنجلترا وهولندا، وتدور أحداثه في مصر وأربع دول أوروبية أخرى، حيث أكد المخرج خالد الحجر عبر حسابه على الانستجرام أن اختيار حورية جاء بعد نجاح عملياتها الجراحية الأخيرة وعودتها لحالتها الصحية الطبيعية، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في قدراتها التمثيلية.